السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي كل الناس اللي بحبهم، اتمنى دايما يبقوا في افضل حال وصحة وسعادة ان شاء الله. النهارده انا جاي انقل لحضرتك تجربة، مش جاي اقول لك كلام. النهارده جاي انقل لحضرتك تجربة اللي حصل معايا. انا فوجئت وانا بفتح الفيسبوك زي ما انا بفتحه قدام سعادتك كده. ادي الفيسبوك تمام. شفت هنا في شريط الاشعارات ان جاي لي رسالة بيقول لي يرجى النقر على الزر ادناه وتسجيل بياناتك، علشان خاطر لاحظنا ان الموقع اللي انت بتسجل منه موقع ضار، فلازم تخش تعمل تسجيل بياناتك. يا جماعه خلي بالكم عشان الرساله اللي جت دي رساله وهميه، يعني اي حاجه تجيلك في الاشعارات ومش متاكد ان هي من فيسبوك ما تخشش تسجل فيها. ليه؟ لان دي مواقع هاكرز، فمجرد ما هتدوس انتر على الحاجه كده اصبح ان كل اللي انت عملته كل بياناتك اتسرقت وصفحتك عوضك على الله فيها. هنخش كده على الصفحه بتاعتنا تمام. فخلي بالك علشان خاطر الموضوع ده بيحصل كتير جدا. الموضوع ده انا عن نفسي شفته حصل معايا، فبما ان هو حصل معايا فحبيت انقل لحضرتك التجربه. دخلنا على الصفحه بتاعتنا، بعد ما فتحنا الصفحه بتاعتنا كده هندوس على حول. بص ما شاء الله الناس الناصحه اذكياء جدا ما شاء الله يعني. بص باعت بيقول ايه، ادي اللي هو بعته: انذار نهائي، لقد قمنا بمراجعه حسابك ولاحظنا بعض الانشطه غير عاديه التي تتعارض مع معايير المجتمع وسياسات الاعلان الخاصه بنا، ولذلك قررنا تعليق حسابك لمده 30 يوم القادمه، وسيدخل هذا التعليق حيز التنفيذ خلال 24 ساعه. الكلام ده مبعوت لي من يوم الخميس تمام، وانا صفحتي بفضل الله شغاله وما حصلش فيها اي حاجه. فانا طالع اقول لحضرتك خلي بالك من المعلومه دي، لان انت مجرد ما هتدوس على الزر وهتعمل تسجيل بياناتك صفحتك كل سنه وانت طيب. انا طالع انصحك لوجه الله. حاجه تانية حاول اهو، برضو دي حاجه تانية برضو ما شاء الله الاتنين في وقت واحد. تحذير نهائي، يجب عليك التأكد من أن هذا الموقع ملك لك ويتم استخدامه بشكل طبيعي. بعد مرور 24 ساعة من عدم الرد سنقوم بإغلاق هذه الصفحة مؤقتا. مجرد ما هتدوس تسجيل أنا طالع أقول لك بما يرضي الله والله العظيم 3 ما عايز منك حاجة غير إن أنت تفهم النقطة عشان خاطر ما تقعش في المشكلة دي تاني. مجرد ما هتدوس يا حبيبي هتلاقي كل اللي أنت دوسته صفحتك كل سنة وانت طيب عليه. انا طالع اعمل فيك صواب ومعروف، فما تنساش تعمل فيا جميله وتعمل فيا واجب وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو حابب تبقى معانا، مش حابب فدي حاجه ترجع لك، وشرف لي ان انا كنت معاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم اخوكم صالح. ولو حابب اشرح لك حاجه معينه او اقول لك على تفصيله معينه شرف ليا وعلى راسي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام.